وهلا بننتقل على الأكاديمية تنشوف ريبورتاج عن زيارة النجم المصري هاني شاكر. وصل هاني شاكر على الأكاديمية برفقة عايدة. بحبك يا هاني. وبعد ما تأهل فيه محمد عطية ركض ينادي الباقيين. شو عندهم كلهم. الطلاب رحبوا فيه وسألوه بعض الأسئلة الغريبة نوعا ما، بس هاني دغري فات معهم باللعبة وكان الجواب أغرب من السؤال. ايه اخبار الدنيا برا؟ الناس تغيروا بقى يطيروا ولا تغير حاجه؟ لا والله في ناس بقوا باربع رجلين دلوقتي. في عربيات دلوقتي بتمشي في البحر، بتمشي في الجو، بتمشي وتغوص بيها في الارض. والاهرامات زي ما هي ولا ايه؟ لا 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 جبتهم عندي في البيت. ولأول مرة الشباب ما ركضوا يرتبوا غرفة النوم مثل ما بيعملوا عادة، لأنه هاني فاجأهم بانطباعه عن ترتيبهم. سمعت الأخبار كده أنتوا الأوض بتاعتكم منظمة، الله أكبر. الحمد لله. وكله تمام، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، الله أكبر. شيء يفرح. سمعت غلط. سمعت غلط. أما بالمسرح فكانت الحفلة اللي أحياها عدد من الفنانين. هاني شاكر: إن إحنا الاتنين كان بينا أماني، وكانت بينا وعود أسمر يا عبد الحليم حافظ: مين قسك عليا ملكش قلب. جورج وسوف: تعرف تحب ايه ملكش قلب. نبيل شعيب: عشان تعبان. حبيتك. ومسك الختام كان مع فيروز. يما لو حبيتني ما كنتش تقدر. بالنهاية هاني شاكر الحقيقي هالمرة شارك الطلاب غناء وعزفا على البيانو، وبالضحك اللي ما فارقت هاني كل اللقاء انتهت الزيارة بأغنية وداعية ارتجلوها الطلاب خصيصا للمناسبة. بنحبك يا هاني، دايما على بالي. مشاهدينا خلونا نستقبل أول ضيوف معنا لليلة، الفنان المصري هاني شاكر. هاني برحب فيك بالأكاديمية وبرحب فيك ببلدك لبنان، بعرف قد ايه اللبنانية بحبوك. أكيد من القلب القلب، والله أهلا بيكم، أنا سعيد بوجودي معاكم النهاردة، يا أهلا بيكم. هاني شو لفت لك نظرك بستار أكاديمي غير محمد عطية؟ والله هم مجموعة جميلة جدا جدا، كل واحد فيهم متميز له الكاركتر بتاعته، الى جانب هم فعلا انا حقيقي استمتعت جدا بقعدتي معهم، هم مريحين جدا، ممتعين في الكلام جدا جدا، وبتمنى يا رب من كل قلبي ان يعني انا ما اعرفش هل ممكن كلهم يفوزوا، يا ريت. يا ريت عشان تعبهم ما يروحش هدر، بس في واحد يعني بده يفوز، هيدا قانون اللعبه. أكيد. هاني انت مطرب وممثل بنفس الوقت، تنصح الطلاب انه يمشوا بهيدي الطريق، يجمعوا التمثيل والغناء؟ والله محمد عطية لازم لازم تمثل كمان، مش بس تغني يا محمد بجد. في خفة دم، عنده قدرة على التقليد بشكل كبير جدا جدا، زي ما شفنا كلنا في الريبورتاج اللي فات. فربنا يوفقه يا رب في الغنى وفي التمثيل، ويوفقكم كلكم ان شاء الله يا رب. هاني مرة جديدة برحب فيك، انت باقي معنا كل السهرة، ودلوقتي حنسمع منك بحبك أنا، رح يشاركك بالغناء أحمد، تفضل.